يوم الكوارث التحكيمية. أنا مش عارف يا جماعة الأخطاء التحكيمية دي هتوصل لحد فين؟ سواء في ماتش سموحة وبيراميدز ولا في مباراة الزمالك والإسماعيلي، أخطاء تحكيمية كارثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بمتابعيني وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة يا رب. الزمالك يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة في المباراة، رغم ان الزمالك فاز النهارده اداء باهت. هتقول لي ايه ده يا جدع؟ ده انا الزمالك كسبان 2. اقول لك لا، الزمالك النهارده اللي فوقه واللي كسبه خبرات اللعيبه وان انت بتلعب سكواد. مع احترامي طبعا النادي الاسماعيلي وتاريخه الكبير، ان الاسماعيلي مش الفرقه برضو اللي هي انت الاسماعيلي مركز ال 14 يا جدعان. الاسماعيلي معرض ان هو يخش في ال9 او ال10 اللي هم ينافسوا بعد كده على اللي يقعد في الدوري واللي يكمل في الدوري. انت متخيل؟ بسبب الاخطاء الكبيره، والاسماعيلي مش في حالته يمكن بقاله سنتين ثلاثه. افضل مواسم الاسماعيلي اخرها كان 2017، لكن النهارده الاسماعيلي شوط اول ما جاش. اللي الزمالك كان افضل في الانتشار، هدف عن طريق مصطفى شلبي نجح ان الزمالك يتقدم. هي نفس الاخطاء اللي بيقع فيها مدافعي الاسماعيلي، سواء محمد نصر بصراحه يعني خطا لا يغتفر، خطا غريب وعجيب جدا من مدافعي الاسماعيلي. ولو بصيت الشق الهجومي الاسماعيلي رتمه بطيء قوي. يعني انا دلوقتي مثلا او الاسماعيلي بيهاجم او ما بياخد الكرة عشان يبقى فيه تحول، ما فيش اللاعب اللي ينقله من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، مش موجود. ما فيش غير غير محمد حسن، هو اللي عنده الرغبه، هو اللي عنده روح. لو لعبت الاسماعيلي كلها عندهم روح زي محمد حسن، ممكن تلاقي الاسماعيلي يعني في حته حلوه في الجدول. مش هقول لك مع الاربعه الكبار فوق، هتلاقيه في مكان كويس، السادس السابع. لكن 14 يعني بصراحة أنا واحد حزين جدا، مشفق جدا على النادي الإسماعيلي. مفيش موارد مادية، الدنيا بايظة. على الجانب الآخر طبعا الزمالك يعني أداء باهت. الحسنة الوحيدة في المباراة الصفقات الجديدة. بصراحة أحمد حسام كويس جدا في الالتحامات، كويس جدا في الثنائيات، لعيب مبشر بصراحه. محمود جهاد النهارده لاول مباراه او في اول مباراه ليه مع الزمالك خد جائزه رجل المباراه، قدم مباراه جيده جدا. مش هقول ان هي 100%، لا، ممكن تديله النهارده يعني 7 من 10 8 من 10. لعيب كويس. اول مره اشوف ديفندر في الزمالك بيكمل جوه 18 بشكل رائع كده، رغم ان هو ما سجلش اهداف، لكن تحركاته لعيب كويس. ويا ريت الزمالك يحافظ على محمد السيد، ناشئ كويس جدا. شفنا في غياب عبد الله سعيد اكتشفنا ان لاعب مميز جدا زي محمد السيد. شفت العرضيه بتاعته، ماليش دعوه بقى بخطا الاسماعيلي بقى وهدف مصطفى شلبي. بص على الكواليتي بتاع محمد السيد، لعيب مبشر، لعيب كبير. لابد من الزمالك انه يحافظ عليه، انه لعيب كويس جدا. واضح اهو طبعا دونجا. واحد يقول لي انت يا عم ده دونجا مش عارف ايه عشان الاحتفال بتاعه وبيقلد امام. لا، ماليش دعوه بالكلام ده كله. دونجا سجل هدف عالمي دونجا بصراحه في المباراه. الاخطاء التحكيميه كارثيه. شفنا طبعا ماتش البيراميدز وسموحه، الحكم طول قوي في الوقت بدل ضايع في هدف علي جبر طبعا، وهدف صراحه مشكوك فيه ومش عارف فيه بصراحه. في على الجانب الاخر مباراه الزمالك والاسماعيلي، شفنا طبعا الكره اللي اتزحلق فيها دونجا. والحاجه الغريبه جدا لدونجا بصراحه، انا مش عايز اخش في صراعات التحكيم يا جماعه. واحد يقول لي انت بص، انت بتلاقي على الاهلي، لا بتلاقي على الزمالك، انت عايز البيراميدز مش عارف عشان يطلع يتعادل عشان الاهلي يركب. لا ابدا، انا ماليش انتماءات وماليش اي علاقه. انا بتكلم على اللي انا شايفه. في اخطاء كارثيه، وانا مش شايف ان في فايده لالغاء الفقره التحكيميه. ايه السبب اللي انت تلغي الفقره التحكيميه في الاستوديوهات التحليليه، سواء على كوره بلس او اون تايم سبورت؟ ليه تلغيها ليه؟ لكن هو في المجمل الزمالك فوز يديله ثقه. اهم حاجه 3 نقط. الزمالك بيرفع رصيده ل 23 نقطه في المركز الثالث، خلف بيراميدز، خلف طبعا النادي الاهلي. بيراميدز في المقدمه والاهلي في المركز الثاني. بعد كده يجي الزمالك في المركز الثالث. فوز معنوي، فوز يدي ثقه للزمالك قبل مباراه القمه المنتظره يوم 22 فبراير. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والفولو. دعم اخوك يوسف. السلام عليكم.